السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة ازاي تبقي راضية عن نفسك دون تأنيب وراء السعي لإرضاء النرجسي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، دعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. عشان تبقي راضية عن نفسك توقفي تماما عن لوم نفسك، توقفي تماما عن سياسة التأنيب اللي بتتبعيها مع نفسك تجاه النرجسي، تجاه أولادك، تجاه البيت، تجاه كل أمور الدنيا. خلاص، طبعا الحاجة اللي انت تزودي تأنيب نفسك فيها وتزودي لوم نفسك عليها هي علاقتك بربنا بس، لان اللوم والتأنيب ده هو اللي بيخليك تطوري علاقتك بربنا وترتقي بعلاقتك بربنا، وكل مدى تبقى علاقتك بربنا افضل وافضل وتتقربي اكتر بالطاعات لله عز وجل. فدي العلاقة الوحيدة اللي انا انصحك انك تلومي نفسك فيها، لكن مفيش اي شيء من امور الدنيا يستاهل انك تبقي ضد نفسك عشانه. مفيش اي حاجة من امور الدنيا تستاهل انك تعاقبي نفسك وتأنبي نفسك وتحرقي في دمك عشانها نهائي. خلاص، من ضمن الحاجات برضو اللي تخليكي راضية عن نفسك هو علاقتك بالناس اللي حواليكي ورضا الآخرين عنك. ده هيجي بالأعمال الخيرية، التطوع في الأعمال الخيرية يخليكي راضية عن نفسك أكتر، وبيجيب لك طاقة إيجابية، وبيبقى فيه سبحان الله صداقات إيجابية كبيرة جدا في هذا المجال. الناس كلها، كل الكوميونتي اللي حواليكي في الأعمال الخيرية هم ناس زيك، اللي بيجمعهم هي طاعة الله، اللي بيجمعهم هو رضا ربنا، اللي بيجمعهم هو السعي وراء إرضاء الأعمال الخيرية، العطف على الفقراء، العطف على المساكين. فكلها أعمال بسيطة ولكن هي أعمال إنسانية بتدعم الجانب الإنساني جواكي اللي النرجسي بيزعزعه دايما جواكي. النرجسي بيفصلك عن نفسك، بيفصلك عن مشاعرك، وهو ده اللي بيخلق الصراع بينك وبين نفسك. ازاي انا ارضي النرجسي وفي نفس الوقت بيأذيني؟ ازاي انتي بقولك لا حاولي ومش عارف ايه وكده، وفي نفس الوقت انتي شايفة انه شخص مؤذي؟ خلاص، فالموضوع كله انك عشان ترضي نفسك خلاص لازم تعرفي ان النرجسي ما بيترضوش. يعني انت لو حرقتي نفسك كده قصاده هو مش هيرضيه برضو. خلاص، فبالتالي انك انت تبقي كل حاجة في حياتك عايزاها A1، السعي وراء الكمال. خلاص، ده من اكتر الحاجات اللي تحرق في صحتك على طول، هو السعي وراء الكمال. النرجسي عارف الموضوع ده كويس، بيشتغل على الموضوع ده كويس، و99.5% من زيجات النرجسيين هم بيرتبطوا بضحايا هي A1 في كل شيء. A1 في شكلها، A1 في تفكيرها، A1 ما تسمحش لنفسها ان هي تبقى اقل من A1، فهو يحرق اعصابها ان هو يطلعها ان هي ولا حاجة. فبالتالي هي عايزة طبعا تبقى A1 زي ما هي متعودة مع نفسها، خلاص، او متعودة من رد فعل الاخرين تجاهها. لكن النرجسي مستحيل هيحسسك انك انت A1، فبالتالي انت بتحرقي نفسك على الفاضي. تمام. كمان كونك انك انت تطوري من نفسك، كونك انك انت تشتغلي على نفسك، مش تشتغلي على نفسك ككورس او حياة عملية وبس، لا، اشتغلي على كل حاجة، مزاجك، على طاقة الامتنان، طاقة الشكر، انك انت ازاي تبقي عندك طاقة انك انت على طول بتذكري الله وكده. دي امور مهمة جدا جدا جدا. خلاص، كل ده افضل من جلد الذات. يعني اللي انا عايزه اقوله ان تحسين النفس وتطوير النفس هو الطريق الامثل، خلاص، من انك تجلدي نفسك، من انك تجلدي ذاتك، من انك تحسسي نفسك انك مقصره.
خلاص. ليه؟ لان كل ما انت بتطوري نفسك انت بتكتشفي مهارات جديده داخل نفسك، فبالتالي ده بيدعم ثقتك في نفسك وبيخليكي في طاقه ايجابيه متجدده دايما عندك. من اكتر الحاجات اللي تخليكي تحسي بالامان وبالتالي تحسي بالرضا عن نفسك انك تعرفي ان اللي حصل في الماضي ما حدث في الماضي لم ولن يتكرر في المستقبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الافتراءات وكل المتاعب وكل الظلم اللي انت شفتيه في الماضي مستحيل انه هيتكرر لك تاني في المستقبل. ليه؟ لان نظرتك للحياة وتعاملك مع النرجسي اكيد اختلف عن الماضي. اكيد بقت عندك حاجات تانية تقدري انك انت من خلالها طرق واساليب بتقدري انك انت تتعاملي بيها دلوقتي مع النرجسي. تمام. كل ما بتقرأي اكتر في الشخصية النرجسية كل ما بتعرفي تتعاملي اكتر، كل ما بيزيد ثقتك في نفسك، كل ما بتعرفي انك انت مع مضطرب فده بيقلل من تأنيبك لنفسك. كل ما بتعرفي وبتقتنعي انك مع مضطرب لا يرجى شفاؤه فبالتالي ده بيقلل كتير من تأنيبك لنفسك ومن انك انت تعاتبي نفسك على امور انت كنت بتعمليها مع النرجسي. خلاص، ما تسجنيش نفسك في سجن الماضي. في ناس وانا ادعوكي انك تكوني واحدة منهم جعلت من الماضي، جعلت من المعاناة نجاة، وجعلت من التعب رغد وسعادة. فالموضوع كله هو نظرتك انت، تغيير افكارك، انك انت تغيري افكارك ونظرتك للماضي. زمان كنت ضحية لكن دلوقتي ما ينفعش انك تقولي على نفسك ضحية. زمان كنت ذليلة ومقهورة. ليه ذليلة ومقهورة؟ نتيجة جهلك بالشخصية النرجسية، نتيجة عدم علمك بالشخصية النرجسية. لكن دلوقتي انت عرفتي الشخصية النرجسية وعرفتي ازاي تتعاملي وعرفتي ازاي تطوري نفسك، فبالتالي ما حدث في الماضي لم ولن يتكرر. بالإضافة إلى ان اللي حصل في الماضي هو عايزينه يبقى دافع للتغيير في المستقبل، يبقى دافع للنجاح في المستقبل. أي حد بيمر بمشكلة ويقدر انه يتكيف مع المشكلة ويقدر انه يتعايش مع المشكلة ويحب نفسه من خلال المشكلة، ده بيبقى اقوى شخص إن يقدر انه يحقق نجاحات في المستقبل. خلاص. فالموضوع كله هو انت شايفة نفسك ايه، شايفة اسلوب تعامل النرجسي معاكي واسلوب تعاملك معاه. طبعا مش هتكلم طبعا في فك تعلق والامور دي اللي يعني اتكلمنا فيها قبل كده كتير، ولكن كل ما كنتي حيادية دبلوماسية غامضة، كل ما تمتعتي بحياة طبيعية متوازنة مع النرجسي، حتى لو كان هو نرجسي، يعني حتى لو كان النرجسي عندك خبيث، خلاص، ولكن غموضك يتوه النرجسي ويخليه مش عارف ازاي يخطط لك. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.